حاسس فجأة انه كل شي انقطع، ما عاد يرد، التواصل صار بارد. هاي القراءة إلك، في رسالة قوية لازم تسمعها هلأ. ركز طاقتك بالأوراق، فكر بشخص كتير منيح، قول اسمه 3 مرات وانقر مرتين على الشاشة. كان في تواصل بينك وبين هالشخص، شي كان ماشي، في مشاعر، في تفاعل، لكن فجأة كله اختفى. وانصر تسأل حالك شو صار، شو غلط، هل هو تغير ولا في شي ورا الموضوع؟ الطاقة بتقول انه هو صار بارد لانه عم بيتخبى من مشاعره، هو غير متاح عاطفيا، وما عم بيعرف كيف يتعامل معك او مع حاله، بحب يضل عنده خيارات، وهذا خلاك تحس بالوحدة، بالبرد والإهمال. بس اللي ما بتعرفه هو كان عم بيحاول يلاقيك بشخص تاني، هو كان ضايع، كان شايف حاله، بس انت كنت سبب انه يهدى شوي. وهلأ هو بحالة تردد، يحكي معك ولا لا، يرجع ولا يضل بعيد. عم بحس انه ممكن ما ترد لانه بيعرف انه غلط بحقك، عم بفكر، طاقته بتقلك انه ندمان وبده يوضح اشياء. في طاقة بتدل على فرق العمر، في طرف ثالث، شخص أهل أو طاقة خارجية عم بتحاول تأثر عليه. هو شخص عنده نظرة خاصة، ممكن عيونه فاتحة أو بيلبس عدسات. هو حاليا قلقان من ناحية المال والانفصال، وحتى حالته النفسية مو ثابتة. بس المهم في طاقة مصالحة ورجعة ممكنة إذا سمحتوا لبعض تتكلموا من القلب للقلب. هيدي القراءة كانت عامة، بس إذا حسيت الرسالة عنك اكتب لي بالتعليقات أنا فهمت الرسالة، وخليني أعرف كيف وصلتك. إذا حابب قراءة مخصصة لطاقة حالتك بالضبط، رقمي موجود بالوصف لقراءة خاصة بصوتي وبطاقتي. أنا ريماز، بشوفكم بالفيديو الجاي.